السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى فيديو جديد، فيديو طبخ طبعا. فيديوهاتنا بقى اللي هي بتاعة الطبخ اللي هي اليومية بتاعتنا. انا عملت معاكم الجمبري والسمك قبل كده. بس بقى في ناس طلبته يعني بالتفصيل، فانا حبيت ان انا اعمله معاكم تاني وتشوفوه يعني. بس هو اسهل اكل ممكن تعملوه اللي هو السمك والجمبري، ما بيبقاش فيه اي غلبة ولا اي شيء خالص. بيبقى بالنسبة لي سهل جدا، احسن من اي طبخ تاني، فاهمين قصدي؟ بس هنا هغسل الجمبري كويس. طبعا انا ببقى غسلاه قبل ما اشيله في الفريزر يعني. ده الجمبري اللي جبناه مع بعض في المشتريات، تمام، مع بعض في المشتريات. والسمك برضو جبناه مع بعض وكده. فانا بقى قسمت الجمبري لاربع اكياس كده بس، وبعمل سمكتين جنبه وبس. الحمد لله بقى على كده، ورز وسلطة وتمام يعني. بس هنا بنضف برضو السمك تاني، بعيد عليه تنظيف تاني. انا برضو ببقى منضفاه قبل ما اشيله، وببقى غسلاه وبشيله كده، بقسمه برضو وبشيله. تمام. هنا بغسله بقى، بيبقى فيه دم وكده، فبطلعه بالسكينة ما بين الشوك. فبطلعه كده بالسكينة، والخياشيم بتاعته ده سمك شعور، بتبقى لونها من جوه كده لون اورنج كده، فاهمين؟ بس يعني ده مش دم، او مش قلة نظافة ولا حاجة يعني. بس فبنضفهم كده تحت المية زي ما انتم شايفين، وبحطه بقى في طبق خارجي كده. تمام. وهنضف بقى السمكية التانية وهشقها كده من الجناب عشان لما اجي اتبلها. والسمك ده انا بعمله قبليها بيوم، بتبل الحاجات دي قبليها بيوم. انتي حابه تعمليها في نفس اليوم براحتك خالص، بس انا بحب اعمل السمك يعني اتبله قبليها بيوم، ببقى عارفه انا هعمل ايه، بظبطه وبحطه في التلاجة. يعني بتبله وبحطه في التلاجة، بحيث تاني يوم بيكون اي حاجه بقى، كل حاجه جاهزه. تمام. فبعمل على طول، ما بيبقاش فيه وقت. هنا بقى بديله شطفه تانية، وهجيب ليمون وهعصر كده عليه من جوه ومن بره زي ما انتم شايفين برضو، وهشطفه. وبعدين هعمل له بقى التتبيله بتاعته. توم عادي خالص اهو، بس افضي الميه منها عشان كنت غسلاها. وفلفل حامي او فلفل كوبي براحتك خالص. وبحط كمون طبعا، حبه حلوين لان السمك بيحب الكمون. وبحط معلقه صغيره كده كزبره ناشفه. وعندي بهارات سمك، حطيت برضو بهارات سمك وشويه ملح. هرجع تاني احط بهارات سمك بس. وبضربهم بقى مع بعض. وبعدين بعصر برضو ليمون عليها بعد ما بضربها خالص. بعصر بقى ليمون عليها وكده. حابه تحطي خل براحتك، بس انا بفضل الليمون عن الخل في السمك كده. خلاص اهو انا عملته في الكبه. بعصر بقى ليمون وبقلبه. هاخد من التتبيله دي للجمبري، فاهمين؟ بس هنا دول عبد الله وطلع قاعدين جنبي. بس باخد كده بقى وبحط في التتبيله طبعا، ظابطه الملح وظابطه كل حاجه تمام. ومن بره كده تمام، عشان التتبيله تبقى في السمك من بره ومن جوه. وميزه اللي انا بتبله قبلها بيوم ان بحس ان هو بيبقى اطعم شويه، بحس ان هو خد من التتبيله و... يعني قعد في التتبيله الوقت الكافي اللي هو اللي يطعم لك السمك، فاهمين قصدي؟ بس كده خلصته خلاص اهو. عندي بقى كيس من اكياس التلاجة، ممكن تحطيه زي ما هو في الطبق كده، وممكن يعني تطلعيه من الطبق وتحطيه في الكيس عادي، وتحطيه في التلاجة براحتك خالص. بس انا بفضل يعني الطريقة دي كده يعني احسن. او هحطه بقى كده في التلاجة خلاص. هنا الجمبري بقى عندي اي علبة عندك، مش شرط يكون زي بالظبط كده، اي علبة مقفولة. اهو الجمبري بوريهولكوا اهو. تمام. اي علبة عندكم مقفولة او كده ممكن او طبق عادي، وبرضو تعملي زي ما عملنا في السمك كده. تمام. هقطع بقى البصل ده، البصل وطماطم. وعندي فلفل الوان في الفريزر كمان. تمام. وليمون. ده جمبري اسكندراني. تمام. يعني لما بتروحي مطعم سمك تقولي له عايزه جمبري اسكندراني، بيبقى نفس التتبيله كده بالظبط، وبيحط عليه خضره. بس انا للاسف ما كانش عندي خضره، شبت او بقدونس او كده.
وبيكون عليه ليمون وكده، وبيشويه على الجريل. تمام. غير الجمبري طبعا المشوي، وغير الجمبري اللي هو الشوربه. فاهمين؟ بس بقطع بقى الطماطم وكده زي ما انتم ما شايفين. هفضل بقى اقطع في الحاجه دي كلها كده. هي عشان الكميه عندي مش كبيره، فمقطعه بصلايه صغيره وطماطميه كده صغيره. طبعا انتي بتزودي الكميه زي حسب ما انتي عايزه براحتك. طبعا الخضار اللي فيه ده بيتاكل. بصوا انا تبلت حطيت البصل والطماطم والفلفل والليمون وكله في العلبه. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هحطها برضو في الفريزر. وحطيت شويه زيت كمان. تمام. بس انا المقطع معرفش راح فين، انا صورته بس تقريبا اتمسح من عندي. بس هنا بقى هعمل هنا كان تاني يوم بقى هعمل رز صياديه، وهنا بقى بشوي الدنجانيه صغيره، وهعمل بقى الرز. طبعا انا بعمل كميات قليله خالص لان احنا طبعا يعني ما بناكلش كميات كبيره. فاهمين؟ بس هنا بقى البصل اتحمر، تحطي الميه عشان يغلي ويديكي اللون البني. ما تحطيش الرز على البصله بعد ما تحمر، مش هيديكي اللون البني. والبصله تحمريها ما تحرقهاش، يعني تتحمر تبقى بني. عشان لما بتتحرق ما بيبقاش طعم الرز حلو، وبعدين بيبقى فاتح. بس هنا هعمل بقى سلطه البابا غنوج عادي، فصين توم عادي وفلفل الوان او فلفل حامي. بس عايزه اقول لكم طلعت حاميه جدا 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 في الكبه بقى. تمام. فرمتهم مع بعض، وطبعا قشرت بدنجانيه صغنونه خالص اهي. وهعصر بقى كده ليمون. تمام. وهحط بقى طحينه طبعا، هضربها. حابه تضربيها في الكبه براحتك، مش حابه. انا كنت حاباها تبقى خفيفه كده وسايله زي الطحينه، بحيث نقشر يعني الجمبري او السمك كده تغمسيه بيها بيبقى حلو. تمام. هنا هضربها بقى. هنا هنزل بالملح، وهنزل بشويه كمون صغيرين، وهكمل ضرب بقى فيها، وهحط عليها شويه طحينه. تمام. بس سهله خالص. في ناس بقى بتقلبها بالطحينه عادي، مش بتضرب في كبه او في خلاط او كده. تمام. كده كده كويسه، وكده كويسه يعني حسب ما انتي حابه يعني. فاهمين؟ هضرب بقى فيها كده شويه لحد ما تبقى بقى زي الطحينه كده. عايزه اقول لكم بس طلعت حاميه شويه، يعني حرقه شويه لان الفلفل كان حامي شويه. تمام. بس هنا بقى هنقلي السمك. تمام. بصوا بقى انا لما بقلي السمك يعني بقلي كميات صغيره، فبحط شويه دقيق. فالدقيق اللي بيتفضل مش برميه، بحطه في كيسه خارجيه كده. وباجي اقلي سمك بكمل بحطه بنفس الدقيق، ولو محتاجه تاني بزود بقى من الدقيق اللي هو في اوريدي نضيف يعني، بزود عليه وبخليه برضو ده في كيسه لوحده. فاهمين؟ كده يعني ما برموش. هنا بقى قليت السمك خلاص. الجمبري بقى هنزله بقى في الطاسه. وبصوا بقى الصوت ده، عايزه اسمع الصوت دوت في الطاسه. بسخنها قوي، وبعدين بسمع الصوت بقى اول ما بحط الجمبري. سامعين؟ طبعا عندك جريلا براحتك، ممكن تعمليه عادي على الجريل، مفيش مشكله. بس بنزل بقى كده في الجمبري تقليبه والتانية، وتمام كده خلاص. تمام. هنزل بقى هحط عليه الصوص بتاعه اللي هو كان. بس كده بكمل بقى برصه كده بقى. انتي رصيه براحتك خالص بقى، ظبطيه. انا بسخن الطاسه قوي قوي قوي، وبعدين بوطي النار واحط بقى الجمبري بحيث ان هو يستوي على طول. تمام. وما يشدش معاكي. بس التتبيله بتاعت الجمبري توم وفلفل الوان او فلفل كوبي براحتك، حامي او فلفل حراق، وليمون وشويه زيت صغيرين، وكمون وبهارات سمك وشويه كزبره. ما عندكيش بهارات سمك مش مشكله، حطي كزبره وملح وكمون وليمون ونقطه خل. وبقطع بصلايه، بقطع طماطم، فلفل الوان. ده جمبري اسكندراني. تمام. هنا بقى بوطي النار عشان خاطر الجمبري اغير لونه اهو. بصوا حطيت الصوص بقى اللي كان نازل من التتبيله بتاعته اللي انا حطاه عليها.
تمام. وهقلب بقى كده على الوش التاني وكده خلاص، وهحط الخضار من فوق وكده خلاص. الجمبري تمام كده خلص. بصوا اهو. بس انا كده هحط بقى هسيبه 30 ثانية على النار. وبعدين بصوا عايزة اقول لكم طعمه كان خرافة، جربوه حلو جدا جدا جدا، وكان اكلنا سهل جدا وبسيط خالص خالص. والرز بصوا بني ازاي اهو، الجمبري بصوا شكله، وهو الرز بصوا غامق ازاي زي ما انتم شايفين وبيلمع. وادي السمك اهو بس. والسلطة بقى عملتها. ولو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب. باي باي.